أولا أريد أن أتقدم بالتعازي لأهل الضحايا، وأريد أن أعبر عن بالغ الأسف والحزن والألم، وأنا أعتبر أن هذه العملية هي أيضا ليست فقط تعدي على حياة أبرياء، وإنما تعدي على قيمنا العربية الإسلامية اللي فيها كرم الضيافة، وهؤلاء الناس كانوا ضيوفنا، وهو بطبيعة الحال تعدي أيضا على محاولة ضرب الاقتصاد التونسي ومحاولة عرقلة كل الخيار الديمقراطي الذي اتفقنا عليه الشعب التونسي. أريد أن أقول أن رسالة الإرهابيين إلينا هي أننا سنفرض عليكم بالقوة نمط تفكيرنا وحياتنا، أو نعكر عليكم صف الحياة. وأنا أريد أن أقول أن رسالتنا نحن لهم أننا سنواصل الحياة الطبيعية، وسنواصل خيارنا الديمقراطي، ولن يفرض علينا أحد أي خيار، لأن السيادة للشعب وليس للأقليات العنيفة. وأريد أيضا أن أغتنم هذه الفرصة الأليمة للتأكيد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية، وأقول أن الوحدة الوطنية والأمن الوطني والخيار الديمقراطي ثوابت وقواسم مشتركة، ولا مجال للمزايدة فيها أو لاغتنام الفرص الأليمة للعب بهذه الثوابت التي أعتبرها من قبيل المقدسات بين ظفرين. هذه الثوابت وهذه القواسم لا تلاعب فيها ولا مزايدة فيها. أنا أريد أن أذكر أن أول عملية إرهابية في تونس وقعت في 2006 أي في عهد المخلوع، وأن أسباب الإرهاب كانت أسباب عميقة متجذرة في ذلك المجتمع: الفساد، التجهيل، استئصال القوى الإسلامية المعتدلة التي كان بإمكانها أن تؤطر الشباب، والفراغ، والطبيعة تكره الفراغ، وبالتالي فإن ذلك أعطى المجال لظهور هذه الجماعات المتشددة إلى آخره. وأريد أن أذكر بأن طيلة 3 سنوات في حكم ترويكا لم يعرف الجيش في تاريخه كله عملية تسليح ممنهجة ومؤطرة ومتواصلة عبر 3 حكومات قدر هذه الفترة، وأن الأمن أيضا الجمهوري لم يعرف تسليحا تفعيلا قدر هذه الفترة. وأريد أن أذكر أن في هذه الفترة وقع تشبيك الجيش والأمن، وأنه في هذه الفترة وقعت كل الأعمال التي تدمج محاربة الإرهاب في إطارها الإقليمي وفي إطارها الدولي، وأن في هذه الفترة أطلقت استراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب عبر العمل العسكري والأمني، وعبر أيضا التفكير في الخيارات الثقافية والاقتصادية إلى آخره. وهذه الخطة موجودة وهي مفعلة، ويجب على هذه الحكومة أن تواصل تفعيلها، لأن دور كل الحكومات هي أن تبني على ما هو موجود سابقا، ثم أن تطور هذا إلى ما هو أحسن، وليس وقت المزايدات بالقول أن هذا لم يفعل هذا. نحن الآن على نفس المركب نحارب نفس العدو، ووحدتنا الوطنية هي أهم شيء، والمهم هو النتيجة. وبالتالي فإنني أطلب من كل التيارات السياسية أن تترفع شامة عن المهاترات، وأن نبني معا هذه الحرب ضد الإرهاب. أخيرا وليس آخرا، أريد أن أقول أن انتصارنا على الإرهاب يجب أن يكون أمنيا، عسكريا، يجب أن يكون سياسيا، ثقافيا، ويجب أن يكون أخلاقيا. إذا لم تكتمل هذه الشروط فإنه لن يكون نصرا كما يجب أن يكون. يجب أن يكون نصرا أيضا أخلاقيا، بمعنى أن محاربة الإرهاب لا يجب في أي حال من الأحوال أن تكون فرصة لضرب حقوق الإنسان أو للتعدي على الحريات الفردية والجماعية. نعم، نستطيع أن نوازن، وهذا دورنا، وهذا ما طلبت به طيلة 3 سنوات، أن تكون الحرب ضد الإرهاب
حربا فعلية، وأن تكون قوية، وأن تكون مندمجة إلى آخره، ولكن يجب احترام حقوق الإنسان، ويجب منع التعذيب، ويجب التصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تجعلنا نربح الحرب الأمنية ونخسر المعركة الأخلاقية. يجب أن نقضي على الإرهاب أيضا بالتفوق الأخلاقي، والتفوق الأخلاقي هو التمسك بالحريات والتمسك بقيم حقوق الإنسان. هذا ما أريد أن أقوله، وأريد أن أتوجه بصفتي الشخصية كمواطن تونسي لأقول للتونسيين: كل هذه العمليات لضرب معنوياتكم، لضرب روحكم المعنوية، لتجعلكم تحبطون، وأحسن حل هو أن تبقوا مرتفعي الرأس فخورين بوطنكم، وأن تواصلوا حياتكم الطبيعية والعادية، وهذا سيكون أكبر تحدي وأكبر نصر على هذه الآفة المخزية التي إن شاء الله بفضل تضافر كل الجهود، المربين والعائلات ورجال الدين المعتدلين ورجال الأمن ورجال الجيش الذين أحييهم وأحيي تضحياتهم، بفضل كل هذا إن شاء الله سنخلص من هذه الآفة، وسنواصل بناء المجتمع المدني الديمقراطي التعددي في كنف السلم الاجتماعي، في كنف المحبة والتآخي والوحدة الوطنية. والسلام عليكم.